هي دي بقى طريقة السلطان اللي انتوا عاملين عليها قلبان بقى ودوشة، وبتطلع معايا عيش فينو، وبتطلع معايا شكلها مش مظبوط. وشفت مقابر السلطان وشفت حاجات تانية كتير. تعالوا نعمل مع بعض طريقة السلطان بطريقة في منتهى السهولة. ازاي الشكل ده يطلع معايا هوريهولكوا وبخطوات سهلة جدا. يلا بينا. مبدئيا كده بسم الله، اول حاجه بجيب 3 معالق كبار من السكر ومعاهم معلقه كبيره من الخميره وربع كوبايه من اللبن ومعلقه كبيره من الدقيق، وبقلب الكلام ده كله. دي العجينه الاولى اللي هتديني نتيجه حلوه جدا في الاخر اللي هي البولش. تمام. بسيبها على جنب لحد ما تخمر شويه. بعد كده بجيب نص كيلو من الدقيق عليه رشه ملح وربع معلقه صغيره من البيكنج باودر وبيضه وفانيليا. بضربها كويس وبنزل بيها على الدقيق. بزود بقى الحليب شويه بشويه، وبنزل بالعجينه الاولى اللي احنا عملناها مع بعض البولش اللي فيه الخميره والسكر ومعلقه الدقيق، وبقلب من تحت لفوق كده وازود شويه لبن وميه لحد انا بستخدم نص المقدار لبن ونص التاني ميه لحد ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. عجينه البريوش بتبقى عجينه مفتوحه شويه، بتبقى لينه، بتلزق في الايد كده حاجه بسيطه. بدي دي مكعب زبده ودي مكعب زبده وبخدمهم تاني كويس جدا لحد ما تنعم معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا العجينه ما شاء الله حلوه جدا ومخدومه كويس، وده هيدي نتيجه كويسه معانا في الاخر. بسيب نص العجين بالفانيليا والنص التاني بديله معلقتين كبار من الكاكاو، كاكاو خام، ومعلقه صغيره من الزيت عشان الكاكاو يتجانس كده مع العجين كويس. بسيب عندي العجين لحد ما يخمر لمده نص ساعه. بعد كده بجيب طبقه الفانيليا وبفردها عندي مع رشه دقيق كده، ومنكترش دقيق علشان ما تنشفش مننا. وببدا افرد العجين، كل ما سبته العجين يرتاح كل ما هيتفرد معاكوا اكتر. ضروري جدا وانا شغال اريح العجين بالشكل ده عشان ما يبقاش مشدود بس معايا. بعد كده بجيب طبقة الكاكاو وافردها، وزي ما قلنا كل ما ريحنا العجين كل ما هيتفرد معايا بكل سهولة. لقيتوا العجين مش راضي يتفرد وبيرجع معاكم تاني، لا لازم تريحوا العجين شوية. بصوا هنا انا حطيت طبقة الكاكاو على الفانيليا وببدأ اسويها وبشدها بالشكل ده. لو مش مرتاحة كويس مش هتتفرد معايا. تمام، وهتلاقوها بتقطع معاكم كمان. زي ما انتوا شايفين كده ببدأ اساوي الكاكاو على الفانيليا. وطبعا لو لقينا الكاكاو، طبعا احنا بنحط كاكاو خام، فلو لقينا ان العجينه تقيله معايا شويه مش زي الفانيليا بزود لها شويه دقيق. بشيل الاطراف وبسويها، واللي بيطلع معايا الزيادات ما بتترميش. بعملها بالشكل ده وبسيبها تخمر وتخش تستوي عندي في الفرن عادي جدا، فما بنرميش حاجه. تمام. بنسوي الاطراف على قد ما نقدر بالشكل ده، وبكده بقى عندي الشكل المستطيل اللي انتوا شايفينه ده اللي فيه الكاكاو والفانيليا. بالنسبه للحشو بقى انا هنا حطيت شوكليت شيبس زي ما انتوا شايفين كده، وببدا ان انا اثبته على العجين. ممكن احط سكر وقرفه، ممكن احط صوص شوكولاته اللي انتوا عايزينه. وباجي عند تلت العجين وببدا اعمله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالقطاعه بتاعه البيتزا كده او بالسكينه. تمام. بس حاولوا بس ما تطولهاش زي ما انا طولتها كده، حاولوا تخلوها اقصر شويه. وببدا ان انا اقفل العجين كويس جدا. اهم حاجه للقفله اللي في الاول ديت علشان الحشو ايا كان ايه هو ما يخرجش مننا. نبدا بقى نسرع شويه كده وانا بقفل زي ما قلت لكم، اهم حاجه اول قفله. بعد كده وانا ببرم العجين بخليه على قد ما اقدر يكون متساوي من كل الاطراف، وانا بقفل كمان بشد العجين لورا كده علشان ما يبقاش فيه اي هوا ولا اي فراغ ما بين الدوائر وبعضها، كاني بعمل سينابون بالظبط. بعد كده بقى باجي للشكل اللي هي الصوابع الملفوفه اللي احنا بنعملها مع بعض دي، وبموت العجين كده من على الطرف. تمام. طبعا العجين ده لو مش مرتاح كويس مش هيتلف معاكم زي ما انتوا شايفين كده، هيرجع معاكم تاني. فبالتالي لو لقيتوا ان هو العجين بيرجع معاكم تاني كده لازم تريحوه شويه. بعملها زي ما انتوا شايفين دواير دواير كده، وبموت طرف العجين علشان ما ترجعش معايا تاني. بس الموضوع سهل جدا وطريقتها سهلة وبسيطة. بنموت العجين زي ما قلت لكم كده. تمام. وعملت الشكل كله وبقى مظبوط وزي الفل. بجيب بقى اللي قدام لورا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. وما نقلقش كل ده هيتقفل من تحت وهوريكم ازاي دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده بجيب الصوابع الملفوفة ديت وبرجعها لورا، وهنبدأ دلوقتي ان احنا نقفلها. باجي هنا من على الطرف بتاعها وببدأ اقفلها كده بايديا علشان بس ما تفكش مننا. بعد ما خلصت العجين بقى تمام وزي الفل بلفها زي ما انتوا شايفين كده، وبحطها عندي في صينية تكون مدهونة بالزبدة. يفضل تكون صينية أصغر من دي شوية. الصينية جت معايا كبيرة فمش مشكلة برضو، الدنيا مشيت وتمام وزي الفل. بعد كده بقى بعد ما بتخمر معايا وبترتاح حوالي نص ساعة بجيب لها سائل التلميع. يفضل يكون بالبخاخة بقى مش بالفرشة عشان ما نفضيش منها التخمير. بيبقى بيضة وشوية لبن وسنة فانيليا. وبتدخل عند الفرن لمدة تلت ساعة تقريبا لحد ما تاخد معايا لون وتطلع معايا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شربات خفيف كده ومعلقة زبدة، وبغطيها بقى لمدة ربع ساعة كده لحد ما تطرى معايا وتطلع معانا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وبكده بقى نكون احنا عملنا طاقية السلطان. الترند اللي قلب الدنيا هو ده. طريقته سهلة، طريقته بسيطة جدا. شايفين من تحت عاملة ازاي؟ طبقة من الفانيليا، طبقة من الكاكاو، والحشو اللي احنا حاطينه هو الشوكليت شيبس.